أطيب وأشهى طريقة ممكن تحضروا بيها السبانخ مع اللحمة تطلع معاكم نكهتها ولا غلطة. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نسمي بالله، وهون عندي السبانخ، وكلياتنا نعرف إنه الحشائش مليانة تراب فبدها غسيل حيل زين، خصوصا هذا الجزء يلي فوق يجي مليان تراب. نغسله بالمي والخل لينظف على التمام ونتركه ينشف. أول شي رح أشيل هذا الجزء ماني بحاجته، والأعواد رح أفرمها فرم ناعم شوي، أما الأوراق نفرمها فرم خشن. وهون بدي أفرم حبتين من البصل مكعبات يكون حجمها وسط، واللي يحب الثوم يقدر يضيف معاها. بطنجرة على النار رح أضيف معلقة من السمنة، رح أنزل عليها بالبصل، وعلى نار وسط رح أقليه ليذبل شوي. رح أنزل عليه بلحمة خروف ناعمة مدهنة، وأقلي اللحمة لحتى تستوي معانا ويغير لونها شوي، ونضيف شوي بهار مشكل وفلفل أسود، تحريكة خفيفة. ورح أنزل بكل كمية السبانخ، وعلى نار قوية نبلش نشوحه لحتى يذبل معانا شوي شوي. بعد 5 دقايق من التقلاية رح تشوفوا انه كشت معاكم الكمية، والسبانخ ما بيروح ربع ساعة ان شاء الله يكون مستوي. بس استوى اطفي النار، اضيف ملح، بابريكا حلوة، بهار مشكل، ونحركهم ببعض وصار معانا جاهز. وعن جد هاي اطيب طريقة ممكن تطبخوا بيها السبانخ. اول شي ضل محافظ على فوائده ولونه الاخضر الحلو وبس. والله اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والمتابعة، اكتبوا لي رأيكم. الف عافية يا رب.